قصة حياة نوال أبو الفتوح من الميلاد إلى الوفاة ونقطة التحول في مسيرتها الفنية وقصة وفاتها الحزينة. ولدت نوال أبو الفتوح في 9 إبريل عام 1945 بمحافظة الشرقية، وليس عام 1940 كما هو مذكور في أغلب المصادر والمواقع. تخرجت من المعهد العالي للموسيقى ولم يكن التمثيل في حساباتها، وبالصدفة شاركت في مسابقة لاختيار وجوه جديدة أجراها الفنان عبد المنعم مدبولي، وقد اختارها لتشارك في مسرحية المفتش العام عام 1961، وكان هذا أول عمل فني لها. أما أول فيلم شاركت فيه كان فيلم الشموع السوداء عام 1962 في دور صغير مع نجاة الصغيرة، لتنطلق مسيرتها الفنية التي كانت تقدم فيها في بدايتها أدوار الإغراء والأدوار الجريئة أكثر. وقد انتهت هذه المرحلة الفنية عام 1975، وكان آخر فيلم هو الأنثى والذئاب. تزوجت نوال أبو الفتوح من طيار حربي يدعى سمير أبو غدارة، وأنجبت ابنها الوحيد أحمد، ثم تم الانفصال بينها وبين زوجها، وكان ابنها أحمد في عمر 6 سنوات. لتقرر نوال أبو الفتوح التوقف عن التمثيل لعدة سنوات حتى تهتم برعاية ابنها، وتعود بعد ذلك بشكل مختلف في أعمال فنية أغلبها مسلسلات بعيدة عن أدوارها القديمة في الإغراء. وكان من أشهر أعمالها دور دولة في مسلسل الشهد والدموع الجزء الأول عام 1983 والجزء الثاني عام 1985، دور شجرة الدر في مسلسل الفرسان عام 1995 مع أحمد عبد العزيز، دور خاتون في مسلسل الأبطال الجزء الأول عام 1996 والجزء الثاني عام 1997. قدمت نوال أبو الفتوح في مسيرتها الفنية حوالي 120 عمل فني، كان آخرها مسلسل المعمورة عام 2004. عانت نوال أبو الفتوح في سنواتها الأخيرة من مرض سرطان العظام، ولذلك غابت عن التمثيل منذ عام 2004 حتى تدهورت حالتها الصحية وتم نقلها للمستشفى، وتوفيت يوم 10 من إبريل عام 2007 عن عمر 62 عاما. صرح أحمد سمير ابنها الوحيد أنه لا صحة للشائعة التي تقول أن الفنانة نوال أبو الفتوح رفضت مساعدة الفنان عادل إمام في مرضها، وأن هذه القصة لم تحدث من الأساس، ولم يعرض الفنان عادل إمام عليها أي مساعدات.